كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. زي ما وعدناكم الفيديو ده هو عاديتكم. من غير مقدمات يلا بينا. لو أخدت بشري فاني واديته مقاليد حكم كل شيء هيفتكر نفسه إله، وساعتها اتفرج على رؤوس الضحايا وهي بتتدحرج على الأرض. قصة كريتوس مش في مين هو كريتوس، دي حاجة اتحرقت في الفيديوهات اللي كتير عملوها عن قصص الألعاب، لكن النهاردة هنتكلم في السؤال اللي محدش فكر يجاوبه: ليه كريتوس؟ كريتوس نعرف عنه حاجات كتير جدا، بس اللي محدش ركز فيه مع الدموية والقتال اللامنتهي هو رحلة الشخص. تعال نعيش قصة كريتوس في كل الألعاب والروايات والقصص المعروفة والغير معروفة. البشر في العصور السحيقة فسروا كل شيء مش مفهوم بكلمة فعل إلهي، يعني فكروا إن الرعد كان غضب من كيان اسمه زيوس، أمواج البحر وطوفانه كانوا تحت سيطرة كيان اسمه بوسايدون، حتى الحب كان التفسير الوحيد لغرابته إنه من معجزات كيان اسمه فينوس. لكن كريتوس كان غلطة من الآلهة هدفها إصلاح غلطات الآلهة، بس اللي عملوه نسيوا حاجة مهمة، إن أهم مصادر قوته المرعبة وضعفه الشديد هو كونه إنسان. جرد منه كل الدموية والألوهية ومشاكل مملكة الآلهة، هتلاقي أخ فقد أخوه، أب فقد بنته، خاطئ بيحاول يخلي ذنوبه تغتفر. لو عايز تعلم طفل أي حاجة قولها له في شكل قصة. دي حكمة افتكرها واحد من قادة جيوش مدينة إسبارتا الأسطورية لما بنته الصغيرة قررت ما تسمعش كلام مامتها وما تلتزمش بواجباتها في البيت، فقرر يحكي لها حكاية عن تأثير نداء الواجب في حياة ولدين هيغيروا وجه العالم بعد كده. وهو عنده 13 سنة ديموس أدرك من نظرات كل الكبار إنه قائد جيش إسبارتا المنتظر، ولد قوي مدرك لواجباته كمحارب وكراجل من صغره، وشخصيته بتظهر أكتر لما بيوصلوا خبر إن أخوه الكبير حاول يثبت قوته وبراعته بإنه يحارب سايكلوب أو الوحش ذو العين الواحدة، لكن المعركة اتقلبت ضده. الأخ الأكبر ده مش بيشوف غير رمح ذهبي طاير من فوقه بيخترق عين السايكلوب، وبيعرف منه إنه حاول ياخد البطولة دي لنفسه لأن حلمه يكون من جنود الخطوط الأمامية في جيش سبارتا أو الدايرة الأولى زي ما بيسموها، ودي بتبقى مجموعة من الجنود اللي حتى الخوف بيترعب من إقدامهم وشجاعتهم. ولو عرف ياخد الشرف ده هيتفتح له طريق حلمه الأكبر، إنه يكون قائد فرقة جنود بنفسه. الأخوين بسبب شجاعتهم في المهمة دي بيدوهم مهمة معرفة موقع واحد من زملائهم المفقودين، ولكن المهمة مفيهاش نية استرجاعه، وده شيء ديموس بيرفضه لأنه ضد قوانينه الشخصية وقناعات الفروسية اللي اتربوا عليها، ومبدأ إنهم ما يسيبوش ولا جندي واحد وراهم. لكن أخوه الكبير مش بيهتم، وبيوضح له إنهم جنود ومهمتهم هي تنفيذ الأمر مش مناقشته. وبعد ما بتنجح مهمتهم وبيقدروا يعرفوا مصيره، ديموس بيكون خايب الأمل في أخوه اللي ما كانش مهتم بإنقاذ زميل ليه شخصيا في الأكاديمية. ووجهة نظره بتقول إن سبارتا قائمة على الجنود العظماء، لو واحد فيهم وقع في مشكلة واحتاج غيره يخرجه منها يبقى حلقة ضعيفة ولازم تنكسر. لكن ديموس بيقول له حاول تتخيل نفس القصة دي في دماغك لكن أكون أنا المفقود فيها، هل هيبقى ده نفس إحساسك؟ القصة من المنظور ده لسبب هنعرفه بعدين بتصدم الأخ الأكبر وبتغير نظرته للأمور. لكن قادتهم بيرفضوا وجهة نظرهم دي وبيفكروهم ان المهمة كانت معرفة مكانه ومصيره مش انقاذه، فبيخرج ديموس واخوه ضد الاوامر وبمساعدة بقية فرقتهم في السر، وبيلاقوا زميلهم فعلا او اللي اتبقى منه، وبيكتشفوا انه صارع كل الاهوال دي عشان مدرك ضعفه، لكن بيحاول يلاقي طريقة يكون مفيد بيها لمدينته وجيشها. وفي خطابه الاخير المكتوب على ورقة صبغها دمه قال انه ما استحملش نظرة اللوم والاستهانة اللي كان بيشوفها في عيون اقرانه، وعينيه كانت دايما مثبتة على أخو ديموس بالتحديد، ونظرة الاشمئزاز اللي كان دايما بيديها له، ودي خلت أخو ديموس يحس بموجة ذنب قاتلة بتقتحمه، لأنه كان السبب إن زميل له فقد حياته لأنه ما فكرش لا يساعده ولا يعلمه. الأخوين في الوقت ده بيسمعوا زئير وحش الكايميرا بره المكان، وبيخرجوا بيلاقوه واقف فوق جثة ولد صغير لابس نفس لبسهم، وهنا بيتحرك الأخوين وبيتخلصوا من الوحش بصعوبة أي نعم، لكن الأخ بعدها يمشي ناحية جثة زميلهم ويرفعها على كتفه ويرجعوا بيها لإسبارتا، لأن قصة الزميل ده اللي عرفوها من خطاباته خلته يستحق نهاية جندي إسبارتي عظيم. ولما بيوصلوا المدينة الكل بيهنهم وبيبص لهم بعين الاحتقار، لكن ديموس بيحاول يتكلم
وهنا أخوه بيمنعه وبيحط جثة زميلهم قدام أساتذة الأكاديمية، وبيعلن إن استمرار البحث كان فكرته هو ومسؤوليته هو، وإنه مستعد لأي عقاب مقابل استعادة جندي مفقود كل ذنبه إنه حاول يكون مفيد. والمرة نادرة في تاريخ قادة سبارتا بيعفوا عنه، ولكن بتمن بيرفضوا دخوله لدايرة الجنود الأماميين للجيش، وبينتهي الحلم اللي عاش عشانه لمجرد إنه آمن بالواجب والصح حتى لو بعد فوات الأوان. لكن الولد ده ما بياخدش القرار بحزن، ده بياخده بتحدي، وبيعلن للكل بأعلى صوته وبقوة أكبر من سنه إن سبارتا كلها في يوم من الأيام هتمشي وراه، ورا اسم هيكتبه التاريخ بالنار والرعب: كريتوس. كريتوس من صغره كان مقاتل شرس، وكان هدفه دايما يحمي أخوه الصغير ديموس اللي كان بيحمل علامة المدمر، علامة ميلاد أو وحمة لونها أحمر بتحتضن جسمه من أول راسه لحد جذعه تقريبا كأنها درع نصفي. وده شيء لفت انتباه عرافة حبت تجذب انتباه وفضل آلهة الأولمب، وبتبلغهم بالمعلومة دي من خلال صلواتها. لكن لما بتطلب شيء ضخم زي ده من آلهة العالم القديم لازم تتوقع حاجتين: الحكمة والحرب، لأن الأولمب وقتها كان في معركة متواصلة، وأريس إله الحرب كان بيحاول يصنع محارب عديم القلب وغير محدود القوة لدرجة أنه تزاوج مع واحدة من أرواح الغضب أو الفيوريز، لكن الناتج كان كائن ضعيف ومشوه. ولما مناجاة العرافة دي وصلت لسماء الأولمب نزلت أثينا الحكيمة مع أريس المندفع اللي التاريخ علمنا أن دايما بيفشل ضد البشر وبيهزموه بشكل أو بآخر. حتى في بشري اسمه دايوميداس قدر ان هو يهزمه بطريقة مهينة جدا، ضربه برمح بمساعدة أثينا وأصابه إصابة خلت ألمه يهز السماء والأرض حسب الأساطير. وأريس معروف انه أكتر إله مكروه وسط الأولمب، وأثينا وأريس كانوا دايما بيحلموا ان البشري صاحب علامة المحارب أو علامة المدمر هيكون هو نفاذ النبوءة اللي قالت: المحارب ذو العلامة هو علامة خراب الأولمب. كريتوس بيحاول يحمي أخوه الصغير من غباء الآلهة، وبسبب شجاعته المؤقتة أريس بيسيبه بعلامة تفكروا بيه دايما: جرح على عينه اليمين ما بيختفيش. وبما أننا اتفقنا أن أريس مندفع، فساب ديموس لثاناتوس حارس زنازين الموتى عشان يحوله لمحارب عديم القلب. والعرافة وصلت النبوءة لكن ما كانتش تعرف لا معناها ولا عواقبها. وبيكبر كريتوس وبيكبر جرحه معاه، وبيلبس عار فقده لأخوه، وأول مرة يخاف فيها على شكل وشم دموي يفكروا بيه ويحقق النبوءة اللي عجرفة الآلهة تجاهلت معانيها الخفية، لحد ما بتحصل تاني وآخر مرة بيقابل كريتوس فيها الخوف، وبيطلب من أريس يحميه ويربط نفسه بيه للأبد. وبيظهر أكبر رمز في تاريخ حياة كريتوس كله: أنصال الفوضى، سيوف مربوطة بسلاسل، لكن في عيون كريتوس هي بتربطه بدمه وروحه لأريس للأبد. وفي الوقت ده بتتدخل الفيوريز أو حاميات العهد في القصة، كائنات مهمتها تمنع أي إله أو بشري من كسر وعودهم لحفظ توازن الحياة. بعدها بوقت قصير بيستمتع كريتوس بقوته كقائد لأقوى جيش في الأرض وقتها، وبتحميه قوة إله الحرب بنفسه، لحد ما سلاسل عبوديته بتخنق أقرب الناس إليه واللي عشانهم بقى أداة للحرب. رماد أجسامهم المحترقة بتتحول لجزء من كيانه للأبد وبتغطيه للنهاية، وبيبتدي يفكر يرفض خدمة أريس تاني. ومن هنا بتبدأ المعاناة. ولأن كريتوس إنسان، ذكرياته مع بنته ومراته مش بتفرقه، بيرجع لآخر مكان كان سعيد فيه كبشري بعد كل ده، وبيفتح جروحه لأشباح الماضي تعذبه، وبيتحول لواحد منهم لحد ما بيسميه الكل The Ghost of Sparta. وهنا بتنتهي خطوة البداية في ملحمة الصعود، ومنها بتمتد سلاسل بتضيق ببطء حوالين رقبة كل اللي خانوا كريتوس. بعد كل ده كريتوس بيعمل اللي أي شخص وحيد وفاقد الأمل بيعمله، بيرجع للشخص أو الأشخاص اللي أبدوا ولو اهتمام سلبي بيه، كانوا دول حكام الأولمب سبب عذابه الرئيسي، وبيوافق إنه يكون بطلهم الآدمي على الأرض. ولو كان الطلب مجرد الدفاع عن مكان أو ملك زي اللي حصل في أتيكا، بيعمل ساعات أكتر من المطلوب أملا في إرضائهم وإقناعهم إنهم ينهوا عذابه، لأن شبح كاليوبي بنته كان دايما بيبقى ماشي قدامه في أرض المعركة، وبيفكروا إن عذابه لسه ما انتهاش وإنه مش حر.
حوالي 10 سنين بيقضيهم كريتوس خادم للآلهة اللي المفروض دلوقتي هو منهم، بيحارب وحوش عملها حكام الأولمب وابتلوا بيها أهل الأرض، وأدرك إن شغلته هي التنظيف وراهم في كل غلطة عملوها، لحد ما في يوم بتختفي الشمس وبيأمروه إنه يرجع الشمس لمكانها بعد ما العملاق حامل الكرة الأرضية أطلس اختطف هيليوس مسؤول بزوغ الشمس، وحاول يساوم آلهة الأولمب على فك لعنته في مقابل إنه يحرر الشمس مرة تانية، وإلا العالم كله هيغرق في النوم ويعم الخراب. وبتكبر خدعة الأولمب لما أخت هيليوس بتقول لكريتوس إنها متأكدة لو قدر ينقذ الشمس زوس هيحرره من كوابيسه اللي معذباه كل ده، ومن غير تفكير بيقبل المهمة. وطول المدة دي بتكون في نغمة مش عارف مصدرها ولا سمعها فين قبل كده، وفي نفس الوقت جاية من كل مكان حواليه، وفجأة بتتحول لصوت بنته اللي راحت كأنها بتصرخ وبتقول بابا انقذني. وبينزل لأقصى أعماق الأرض لمملكة الموتى، وبيقابل على أبوابها كارون حادي الأرواح المعذبة لمكانها الأخير، واللي بيسخر منه وبيقول له إن هما الاتنين وجهين لنفس العملة، الاتنين مسؤولين عن نهاية أرواح كتير ماتت بقصد أو من غير قصد، لكن كارون شايف نفسه أحسن لأنه مش سفاح زيه. وبتنتهي المعركة بتغلب كريتوس عليه وإثبات نظرته ليه على حساب حياته نفسها، وبينطلق بطلنا في مملكة الموتى لحد ما بيوصل لحاجة اسمها حقول النعيم الزائف أو Fields of Elysium، وبيقابل بيرسيفوني بارعة الجمال ملكة الزهور والربيع اللي خطفها هيديز وحبسها كزوجة ليه في عالم الأموات. مأساة خلقت جواها حقد رهيب ناحية كل حكام الأولمب بلا استثناء، خصوصا أبوها حسب أساطير اليونان زوس اللي سمح بجوازها من أخوه الحقود هيديز بالمخالفة لرغبة أمها ديمتر، وده كان تصرف اتسبب إن الأرض غرقت في ظلام وانعدام لمظاهر النعمة والحياة، وكل الزروع ماتت حزنا على بنتها. وبالفعل كريتوس بيلاقي إله الشمس، لكن قبل ما يكمل مهمته بتعرض عليه بيرسيفوني فرصة أخيرة إنه يعيش للأبد جنب بنته في حقول الوهم، وبيوافق وأخيرا بيحضن بنته كاليوبي. لكن الحضن ده بمجرد ما بيحصل بيصحيه منه صوت صرخات البشر في جوانب العالم كله، وفهم إنه لو اختار سلامه النفسي فوق الواجب والصح هيكون التمن هو دمار وعنف بلا نهاية، وبيقرر يضحي بنفسه في سبيل كل البشر. لكن ما كانوش يعرفوا إن غضبه من فقدان كل اللي بيحبه للمرة التانية هيكون وخيم عليهم. بيهزمهم كريتوس وبيرجع أطلس يشيل الكرة الأرضية للأبد، وبيدمر بيرسيفوني بلا رجعة، ومعاهم بيودع حلمه الوحيد. بس نور الشمس بيرجع، وبيرجع شبح إسبارتا للعالم مرة تانية، وبتشده نفس السلاسل لحد ما بيبقى مكان الشخص اللي ربطوا بيها، وهنا بنبتدي نعرفه باسم تاني The God of War. آلهة الأولمب فيهم عيب قاتل، وهو إنهم ملولين وأغبياء، وما بيحسبوش عواقب أي شيء في سبيل هزيمة بعضهم البعض بشكل يخليهم يقدروا يتفاخروا. وبيعرفوا إن آريس قرر يتحرك بدون أي خطة عشان يسيطر على حكم الأولمب، فبيسلط الآلهة أثينا على كريتوس وبيدوله من خلالها عرض: خلصنا من آريس وهنمحي آلامك وكوابيسك، اللي هي طبعا مش غلطتنا خالص فبيحارب الهايدرا وبينقذ عرافة أثينا، وبيعرف منها في أنفاسها الأخيرة إن صندوق بندورا بيحوي قوة كافية لهزيمة واحد بقوة آريس، فبيعزز الأمل غضبه وبيدمر كل الوحوش اللي آريس عملها. وبالفعل آريس بيحس باقتراب الخطر المتمثل في صنيعته، فبيقرر ينهي حياته بنفسه على نهاية عمود ضخم دخل في صدره. وبعد معارك اتحدى فيها غضبه ورغبته العمياء في الانتقام بيخرج من عالم الموتى وبيوصل لصندوق بندورا وبيفتحه، وبياخد منه الشيء الوحيد اللي نسي انه بيدور عليه كل الزمن ده: الأمل. الأمل لوحده هو اللي بيكون العامل المساعد إنه يكون بنفس حجم الخوف والحرب والدمار، وبيقدر يدمر سجانه ويحرمه من الشيء الوحيد اللي طلبه منه سنين طويلة لكن ما ادهولوش: الرحمة. بتنتهي مهمته الأخيرة، لكن كوابيسه وآلامه بتفضل. حكام الأولمب كالعادة خانوه تاني، فبيقرر ينهي حياته بنفسه، لكن بما إنهم عديم الرحمة بيرفضوا قراره وبيدفعوه تمن رفضه لطلبهم بإنهم بيحولوه للشخص اللي هياخد عرش اللي لسه متدمر دلوقتي: إله المعاناة، الفقد، الدمار، إله الحرب. لكن حتى بعد ما أخذ العرش فضل كل شيء بيكرهه في نفسه فيهم موجود وبيزيد.
كريتوس بيقرر بدل ما يحارب النظام يدمره من جواه. بيكون بوضوح سبب في تدمير التناغم اللي آلهة الأولمب تخيلوا إن هم عاملينه للحياة، ولما بياخدوا بالهم عقابه بيكون إن قوته تتسحب منه وتتحط في تمثال بيواجهه بنفس قوته عشان يشوف بعينه إنه على الرغم من غضبه تجاه الظلم بقى هو الظلم. ولما واجهته القوة دي كان الحل الوحيد للخلاص منها إنه يتخلى عن كل شيء ادهوله ويرجع تاني إنسان. وأول قرار بياخده في مرحلته الجديدة هو إنه يرجع أخوه من سجنه اللي استمر عقود طويلة. فبيزور مدينته القديمة يمكن يفتكر هو مين أو كان مين، وبيشوف سكان المدينة بيكسروا تمثال لأريس وبيرفعوا تمثال ليه هو مكانه، لكن ولا واحد منهم نظرته ليه نظرة حب أو إيمان، دي نظرة خوف ورعب. وبيواجه شبح لنسخة أصغر منه يمكن وهم، وعرف منها انه لازم تاني يرجع لأطلانتس اللي فيها بوابة لمملكة الموت علشان يكمل مهمة استعادة اخوه. ولما بيوصل كريتوس اخيرا بيلاقي ديموس وبيحرره من سجنه، لكن ديموس كان مليان غضب بسبب ان اخوه فشل في انقاذه طول السنين دي، وقال له بمنتهى الكراهية انه عمره ما هيسامحه وهجم عليه. لكن في اللحظة دي ثاناتوس حاكم زنازين الموتى اتدخل واخدهم هما الاتنين عند منطقة اسمها منحدرات الموت وحاول يرميهم من فوقها، لكن كريتوس بينقذ اخوه وبيقرروا يواجهوا واحد من آلهة الأولمب مع بعض للمرة الأخيرة. وتكريما ليه كريتوس بيديله أسلحة جنود سبارتا، الرمح والدرع، وبيقدر الأخوين للمرة الأخيرة يقضوا على وحش من الوحوش اللي بتدمر حياة البشر. لكن قبل ما القتال ده يبدأ بيفتكر كريتوس حاجة ثاناتوس قالها، إن كريتوس هو نفسه المحارب ذو علامة المدمر اللي كانت العرافة بتتكلم عنه. والعلامة ما كانتش هي الوشم الأحمر، العلامة هي رماد مراته وبنته والأبرياء اللي ماتوا اللي مغطي جلده دلوقتي. وإن أريس أخطأ تماما لما اختار ديموس بدل ما ياخده هو. وبعد نهاية المعركة بتنتهي طاقة الحياة المتبقية في ديموس، وبيقدر أخوه يدفنه بنفس الطريقة اللي دفنوا بيها جثة زميلهم بالظبط زمان. ولما بيطلع بيها فوق الجبل بيقابل حفار قبور غامض كان مجهز قبر ديموس بالفعل، وهو واقف بيحاول يفتكر كل حاجة عملها غلط أو صح. بيسأل نفسه هو أنا بقيت إيه؟ وبيلاقي صوت من وراه بيقول انت بقيت الموت مدمر العوالم. وفي نفس اللحظة بتظهر أثينا وبتقوله ان روابطه مع العالم الفاني انتهت خلاص، وانه بقى بالفعل جاهز ينضم لحكام الأولمب. وأول ما بتبدأ المراسم بيوقفها ويسألها إذا كانت كل معاناته مجرد لعبة بالنسبة لهم، وبيسيبها وبيتوجه لأولمبوس وبيقول لها صدقيني انتي وهم هتدفعوا تمن اللي عملتوه. لكن أثينا بتقول له حاجة بتخليه يتجمد في مكانه، بتقول له سامحني يا أخويا. وهنا خيوط الخيانة بتوصله للكذاب الكبير زوس اللي أدرك غلطة عمرها سنين. المحارب صاحب العلامة مش ديموس، ده كريتوس، وبيدخل معركة جديدة مع الشيء اللي بيهرب منه دايما، قدره. كريتوس بيفتكر ان هو لازم يدمر اخوات القدر اللي بينسجوا كل تفصيلة في حياة البشر الفانين، لكن خطته بتفشل. ولو بصينا اقرب هنلاقيه عمل بالظبط اللي مكتوب ليه، وان هو كان المسؤول عن كل واي قرار عمله. افعاله كانت هي قدره، كل خيالاته عن كونه مسير مش مخير طلعت كذب، لكن غضبه الاعمى ما خلاهوش يشوف ده خالص. الدايرة بتقرب تتقفل وابن كبير الآلهة بينفذ مقدره انه يقتل ابوه، لكن أثينا بتحاول توقف عجلة القدر وبتقول في آخر أنفاسها لكريتوس إن زوس هو أبوه، ولو قضى عليه الأولمب هيتدمر. لكن غضبه النابع من كونه بشري بشكل أساسي قرر يكمل للآخر. وبتقول حاجة ما بيفهمهاش كريتوس لكن بيفهمها بعد فوات الأوان، إنه مش إله الحرب بس، هو كمان إله الأمل. سر جديد حكام الأولمب رفضوا يعرفوه له. بداية نهاية الأولمب وصعود كريتوس اللي نعرفه بتبدأ على بوابات عالم الموتى للمرة التانية، وبيقابل روح أثينا اللي بتفكره إن الأمل لسه جواه ومتجسد فيه، لكن بيتجاهل كل اللي بتقوله في سبيل الانتقام وبدافع الغضب. وبيقرر إن خطته المرة دي هي التخلص من كل اللي خدعوه وكل واحد بيمثل مملكة الأولمب، فبيتخلص منهم واحد واحد لحد ما بيوصل لهيديز حاكم مملكة الموتى. وبالحركة دي بيكسر عجلة التوازن
توازن بين الحياة والموت. ومع كل انتصار على واحد من الآلهة دول معاناة البشر بتزيد بشكل غريب. بيكتشف ان كل إله منهم رابط وجوده بمنع كارثة تدمر حياة البشر تماما، لكن بشكل أو بآخر دايما كان بيلاقي طريقة ينقذ الكل، لحد ما بيلاقي تجسد الأمل في قصته دي، بنت اسمها باندورا اللي صندوقها متسمي على اسمها، صندوق باندورا، وهي مفتاحه الحي. بتفكره ببنته، وفعلا بيعاملها زي ما بيعامل بنته اللي ضاعت من ايديه. وشوية بشوية بيعرف ان قدر باندورا هو انها تفقد حياتها في سبيل فتح صندوق ما، فبيتخلص من هيفايستوس ابو باندورا لمجرد ان كان هدفه ان هو يساعد بنته تحقق قدرها. لكن كريتوس بيموت كأب مرة تانية لما باندورا بتحقق قدرها وبتقفز جوه لهب الأولمب عشان الصندوق ينفتح. وفي تضحية أخيرة بيتخلص من نفسه بسيف اسمه سيف الأولمب، وبيرفض خدعة أثينا للمرة الأخيرة وبينزف للمرة الأخيرة، ومن دمه اللي بينزل من جبل الأولمب زي المطر بعد ما عمل كده عالم البشر بيبتدي يرجع للحياة من جديد. بعد كده بيكون اختفاء كريتوس التام بيطرح أسئلة أكتر من الإجابات. هو عاش إزاي؟ طب راح فين؟ وبقى متحكم في غضبه بشكل أوضح. كريتوس بشري، لكنه شغلته زي ما بيقولوا إله، والعوالم بالنسبة لآلهة الأساطير زي المدن بالنسبة للبشر. التنقل فيها ومنها سهل جدا عليهم، لكن الغريب في عالم غير عالمه بيبان كأنه نقطة حبر في برميل لبن. وكريتوس حاول يتخلص من آلامه من نفسه كتير قوي، حاول حتى يتخلص من أنصال الفوضى اللي ابتلوه بيها كسلاحه بدل المرة 1000، لكن دي تحديدا كل مرة بترجع. وفي رحلة منهم وصل لأرض مليانة مباني عملاقة متشابهة، أهلها بشرتهم قمحية وبيطلبوا مساعدته إنه يتخلص من تسلية الآلهة عليهم. آلهة بتبعت عليهم تماسيح نيلية عملاقة وحيوانات فرس النهر العملاق لتأديبهم زي ما الكهنة بيقولوا، لكن كريتوس كان عارف الفخ ده رايح لفين وبيترجوه يساعدهم، فبيفكر وقتها إنه عشان يخلص من رجائهم يساعدهم ويتخلص من الوحوش دي. لكن آلامه وكوابيسه بيرجعوا له في شكل كل الآلهة اللي تخلص منهم، سواء في اليونان أو في البلد الجديد اللي اسمه مصر ده. وبيتعلم حاجة مهمة، إن الطريق الوحيد هو الطريق بعيد عنهم، وإنه لازم يتحرك دايما للأمام بلا توقف وللنهاية. فبيفضل كريتوس ماشي في الصحراء يلاقي نفسه جوه صحراء تانية، بس الصحراء دي رملها جليد، ومن غير ما يعرف بيلاقي نفسه في أرض آلهة الشمال، مملكة واحد اسمه أودن. وفي اللحظة اللي بيكون كريتوس وصل لأقصى درجات اليأس بتلاقيه العدالة، أو بمعنى أصح واحدة اسمها لاوفي العادلة، اللي بنعرف من تاريخ الشمال المسجل إنه مكتوب إنها أم لوكي، لكن وقتها كانت محاربة لحقوق بني جنسها العمالقة. غضب كريتوس وشخصيته الغريبة ما خوفوهاش إطلاقا، لكن كراهيته لنفسه وللعالم كانوا أكبر مصدر لرعبها. الغريب فيها إنها الوحيدة اللي شافته بعين الأم، بعين المحاربة والأنثى، نظرة كانت كفيلة إنها تقنعه يعيد بنى حياته مرة تانية، وعلمته مبدأ محدش قالهوله قبل كده: لازم نكون أحسن. كريتوس ما كانش يعرف إنها هي كمان طريدة مستخبية هربانة من عين بتدور على ابنها، نفس العين المغرورة الشريرة اللي شافت كريتوس زمان. لاوفي كانت بتحاول تحميه وتحمي ابنهم وتحمي شعبها، بس في صمت ولوحديها. وعشان التاريخ دايما بيعيد نفسه سواء في الحلو أو في الوحش، جاب منها ولد وسماه أترياس، اللي كل الناس وأنا وإنت عارفين إن اسمه الحقيقي لوكي. أترياس مش بس كان ابنه، ده جسر العبور بينه وبين العالم الجديد اللي بقى جزء منه، ولد بيتكلم لغة أبوه ولغات العالم اللي هو نفسه منه. وفي مغامرة جانبية ما بينهم، أترياس بيشوف قيمة التحكم في الغضب من هجوم حصل عليهم من متحولين أو اللي بيسموهم برزيركرز، ومحاولة كريتوس للسيطرة على غضبه وفشلوا في ده علشان ينقذه. فبينتهي الصراع بين الأب والوحوش بدرسين للابن: العنف والقوة لازمين في مكانهم ووقتهم، لكن دايما العقل يسبق. رحلتهم بتبدأ بنهاية رحلة لاوفي في الحياة، ومعاناته كأب بتبدأ رعب متزايد من إن ابنه يبقى زيه أو إنه حتى يفقده. عمرك سألت نفسك هو ليه بيقول له يا ولد أو بوي؟ ده لأنه خايف يناديه باسمه زي كاليوبي ويفقده، فكان بيحاول يجرده من اسمه علشان ما يفتكروش كإنسان ويضيع كذكرى. بيبان الهلع في عينين كريتوس لما لاوفي بتموت، خاصة لو ابنه أظهر أي نرفزة أو فقدان للسيطرة. لكن مين قال إن الدايرة اتقفلت كده؟ كريتوس بيحاول قدر الإمكان يبعد نفسه وابنه عن عين آلهة الشمال، بالدر،
ثور وولاده أودن، لكن بيلاقي منهم اللي ساعده زي ميمير وفريا، لكن ما وثقش فيهم بشكل مطلق لأن خيانة أثينا لسه عايشة معاه. القدر بيطل براسه مرة تانية لما أترياس بيبدأ يتحول للوكي، وبتظهر فريا زوجة ملك الآلهة وبتحاول تساعد الأب المحتار بين الحل السهل، استخدام القوة الغاشمة والقضاء على كل آلهة الشمال، أو إنه يكون بطل حقيقي، أب يسمع مشاعر ابنه وأفكاره ويقدرها، وفي سبيل ده بيحاول يتنكر لأصله بشكل شكك حتى ابنه فيه وفي حقيقة أي حاجة بيقولها له. بس في الآخر بيشوف النهاية المحتملة لمحاولته فرض كذبته على ابنه، معكوسة على قصة فريا وبالدر، أم حاولت تحمي ابنها من كل شيء. الأب وابنه بيلاقوا هدية فاي الأخيرة، كونها عارفة كل حاجة عنهم وفي مستقبلهم، وإنها صممت رحلتهم الطويلة دي لأعالي جبال العمالقة في أرضهم عشان يقربوا من بعض كأسرة صغيرة، وعشان يتعلموا الصدق ويلاقي صديقهم الثالث اللي نسيه كريتوس، الأمل. آخر مرة بنشوف فيها كريتوس بيكون اتغير، رعبه على ابنه بيزيد، دايرة قتال الآلهة وقضائهم على بعض عشان الفخر والسيطرة بتقرب. بس بيلاحظ عن نفسه حاجة، إنه المرة دي مش بيحارب شيء، هو بيحارب عشان شيء، والشيء ده هو يبقى ابنه. كل شيء يهون عشان ما يخسرش ابنه مهما كان التمن أو مين. كريتوس بيشوف انعكاس تام لنفسه متمثل في واحد اسمه ثور، المسؤول عن الرعد والبرق والرياح، أب مكلوم غاضب محروم من مركزه المستحق، فقد أبنائه على إيد صورته في المراية كريتوس. وكريتوس لأول مرة في معاركه للبقاء بيمنع غضبه يسيطر عليه تماما، بيحتفظ بقوته علشان يتكلم، يشرح، يوضح، يحمي. القتل بقى حل مرعب بالنسبة له، وبيشوف بنفسه ايه اللي كان هيحصل لو كان استسلم لشياطينه، لأن أودن بيتخلص من ابنه ثور لأنه رفض يكمل دوره في دايرة الدم اللي ما بتفيدش حد غيره هو. خلال الرحلة دي كريتوس بيتعلم يدي ابنه الأمان والثقة، بيسمح له يغلط ما بيلوموش اطلاقا، بس بيمنعه يلوم نفسه، وبيترعب لما بيقرر ان كل اللي حصل غلطته لان قدره يبقى لوكي، سبب دمار العالم وحصول راجناروك، معركة نهاية الحياة. لكن خلال كل ده كريتوس اتعلم حاجة، القدر حسب الاساطير اللي هم فيها احتمالية، هو بنفسه غير القدر في مملكة الأولمب، ولما منع نفسه عن تنفيذ دوره في راجناروك النبوءة اتغيرت. كلام النورن أو كاتبات القدر طلع مجرد دفع منهم عشان يخلوه يقتنع بكونه أداة حرب ودمار، ولما رفض ظهرت آخر لوحة بس متغيرة، وظهر البطل اللي نسيناه من شوية، الأمل. كريتوس إله الحرب والدم بقى أخيرا إله الأمل، قائد يستاهل إن الناس تمشي وراه بحب مش بخوف، باقتناع مش خشية مصيرهم على ايديه. لكن بيحس ان في حاجة ناقصة، بيواجه اهم واقوى عدو ليه بعد ما بيطلق سراح ابنه عشان يستكشف مصيره بنفسه، وبعد ما اقتنع انه مش لازم يكون جزء في كل معادلات الحياة. بيدور على العدو ده وبيكتشف ان العدو ده هو نفسه، فبيروح لساحة الأبطال فالهالا وبيدور على فرصة إنه يثبت لنفسه إنه قادر على تجاوز كراهيته ومواجهة كل غلطاته مرة أخرى وأخيرة، وإن تحوله مش مجرد كلام، لأنه لما بيقابل النسخة الصغيرة منه في النهاية بيقول لها: ماذا عساي أن أقول لك؟ أتذكر كيف كان شعوري حين جلست على ذلك العرش، كل ما كان يعنيه وكل ما لم يكن يعنيه، إله حرب، إله ألم ومعاناة ودمار. قالت النورن أنني أطارد خلاصا أعلم أنني لن أستحقه أبدا، فما الذي يجعلني إياه؟ إله الحمقى، إله الأمل. حين يفقد كل شيء آخر، لقد فقدت كل شيء وكل شخص، وأصبحت لا مغفرة لك. أنت اخترت وأنا اخترت، فماذا الآن؟ أيجدر بي وأنا الرجل ذاته أن أجلس، أن آخذ، أن أعلن، أن أقود،
أن أضع نفسي في خدمة الآخرين، في خدمة. وإن خسرت كل شيء وكل أحد، فهل يبقى في داخلي ما يكفي حتى لا أصير مثلك؟ لا أدري، لكن لدي أمل. أنت قاس ومتعجرف وأناني، لكنك أكثر من ذلك. لقد كنت دائما أكثر مما رآه الآخرون فيك. أنت أكثر من ذلك. وهنا بتنتهي قصة كريتوس. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، وما تنساش العيدية تعمل لايك، سبسكرايب، شير مع النيردز اللي زي حالتنا، وهشوفك في المغامرة الجاية.